آخر أخبار كرة القدم في دقيقة. في دور المجموعات من بطولة كأس العالم فاز المنتخب الفرنسي على منتخب السنغال بنتيجة 3-1، وانتهت مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأوروغواي بالتعادل بنتيجة 1-1. كما انتهت مباراة المنتخب الإيراني أمام منتخب نيوزيلندا بالتعادل بنتيجة 2-2. عاجل ورسميا أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة المنتخب التونسي في كأس العالم. رسميا أعلن نادي ريال مدريد عن تمديد عقد المدافع الألماني أنطونيو روديغر حتى عام 2027 ليواصل أحد أعمدة الدفاع مسيرته داخل صفوف الفريق الملكي. وبحسب عدة تقارير صحفية إسبانية دخل المدافع الألماني نيكو شلوتربيك ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط دفاع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث يمتلك لاعب بوروسيا دورتموند شرطا جزائيا تقدر قيمته ب50 مليون يورو. ورسميا أعلن نادي ميلان عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفا لماسيميليانو أليغري بعقد يمتد حتى صيف عام 2028 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.